بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. صباح الخير البنات، صباح النور، صباح الفل والياسمين على أحلى مشتركات. اللي أول مرة تشوف القناة تاعي نقولها مرحبا بك في قناتي. نتمنى فقط أنك تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد إن شاء الله. وما تنسوش حبيباتي دائما اللايك باش يكبر الفيديو يوصل أكبر عدد ممكن. حبيباتي الصبحة هذه راح نحط لكم فيديو روتين خفيف جدا. كما راكم تشوفوا البنات، بديت اول حاجه على التريكوت بو هذا الابيض، تريكوت بو تاع لي مونش، ما نحطهمش في الماشينه لافين خاف يطلقوا. وهذا النوع البنات لازم يتلبس سور ميزور مع لا طاي تحت القمجه كلاسيك. صافي لازم ما يكونش كبير، ما لا نخاف في الماشينه لافي لا يكبر الحجم تاعو. نحكم نغسلهم بيدي، بما انه البنات لي تريكو هذو يومي يتبدلوا وما همش مسخين. صافي حاجه خفيفه فقط هك تعرق، نحكم نجرهم بيدي فقط هكا، نشللهم نحطو في الماشينه لافي يتعصر. و وكما شفتوا البنات زدت غسلت عندي ناب بيضاء راكم شفتوها من قبل، قاسها واحد ستيلو فاتر وطلق فيها. اني غسلتها بالصابون تاع ليطاج سيدو. ونزيد البنات نحطها في الماء دافي، ونزيد نحط لها بغاف ونخليها يوم كامل نشوف راهي تنحى ولا لا. نعقب مرة واحدة نغسل اللافابو، ننظف صال دو بان، ونزيد البنات نخرج من هيه. روتيني اليوم البنات خفيف، خاطر البنات عندي اهم حاجة العشية راح نخيط. صافي راح نزرب فقط، كل شيء خفيف. بما انه البنات ان شاء الله بحول الله شهر رمضان راهو قرب، ودائما شهر رمضان نوجدوله بالتنظيف. تنظيف عميق، مازال ما بديتش في التحضيرات لشهر رمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. التنظيف العميق هذاك مازال ما بديتش فيه البنات. كما شفتوا حكمت هاد لي بونكات اسبيريتهم فقط، لميت الغبره، مسحت الغبره من الفوق الفوق فقط منين نشوف حمد، وزدت اسبيريت الزربيه ورحت مباشره البنات للغدا. هذو البنات لي بورداس حابه نمدهم، ما عندي ما نعمل بهم. نزيد ناسبيري الزربيه البنات ونزيد نروح للكوزينه. عم بالكم بنات بلي لاسبيراتور راهو يجبد غبره كبيره. البنات لهنا عندي نعناع، شريت ربطه، وليامات هذو البنات النعناع ديما الورق تاعو صغار ماهمش كبار، ما نباليش علاه. نحتاجو البنات لرمضان ان شاء الله كي نخدم تاعي. درتو هذا في ليمول تاع السيليكون، الريش غسلته مليح نظفته وخليت غير الريش حطيته هنايا، نحطه في الكونجيلاتور يجمد البنات كما راكم تشوفوا. هذه كي نطيب كميه كبيره تاعي نحط هاد لابول هذه تاع النعناع. وعملت بنات ليمول هذو الصغار تاع السيليكون، هذو كي نطيب تاي في البراس يعني كميه تكون صغيره، نحطهم في بورت مونجي بنات نخبيهم في الكونجيلاتور. على هذا الشكل كي تسحق نجبدو. هذا الغدا البنات ما نعتلكمش كيفاه، قليت بطاطا وحوت ونعمل صحن تاع سلطه فقط. البركه، الحمد لله على نعمته. كيما قلت لكم العشيه البنات عندي اهم حاجه اني راح نخيط طابليات. البنات عطاتني ماما لي شوت تاع الدراوات، هذو مش قماشات يعني، عطاتهم لي وقالت لي خيطي بهم طابليات لشهر رمضان ان شاء الله.
رحت شريت البي وخيطت البنات كيما راكم تشوفوا. ما نعطيلكمش الطريقه بالتفصيل خاطر البنات عملت لكم قداش فيديو كيفاش نخدم طابليه مئزر تاع المطبخ. مئزر بسيط جدا كيما تقدروا البنات اللي عندها خمارات كاري قدم يتشنشفوا على الحاشيه، البنات تحكم تخدم منهم طابليه للمطبخ. يعني ما يصلحش انك خمار يكون مشنشف على الحاشيه راح تمديه، مستحيل. مالا البنات خيطوا به طابليات للمطبخ، عقبوا بهم وقت ورميوهم. هنا كي نلصقوا البي لازم نقصوا بالبنات الحاشيه باش تتكسل وما تجيناش مكمشه. بغيت فقط البنات نعطي لكم يعني ما نعطيلكمش بالتفصيل بصح العشيه تاعي كيف عقبتها. البنات عقبتها في الخياطه. خيطت الله يبارك ما شاء الله 4 طابليات، وحده لاختي ووحده لماما وزوز حكمتهم ليا. هذه البنات الطابليه الاخرى اللي راني نخيط فيها. البي ما كفانيش باش نعمل بهم الحزام، بغيت هذه نعمل لها حزام بيه ما كفانيش، راح نعمل من نفس القماش وفي نفس الوقت نتخلص من لي شوت هذوك. اتمنى فقط البنات يكون فيديو اليوم عجبكم. ما تنسونيش حبيباتي باللايك، اهم حاجه نزيد لصق الجيب. نتمنى من كل مرة قاعدة في البيت ماكثة، ما نقولوش قاعدة ماكثة في البيت ربة بيت، انها تتعلم الخياطة باش الحوايج البسيطة هذه تخيطها وحدها. كما شفتوا البنات ما خيطش بالماشينه تاعي البيضاء، ما نعرفوش بها، جبت هذه الماشينه القديمه اللي كانت عندي ونخيط بها. هذو هما البنات طابليات اللي خيطهم. هذه راح نمدها لماما، وهذه عملت لها شوفوا جيب غوز وبيي غوز، هذه نمدها لاختي. وهذه البنات عملت لها جيب صغير فقط مايل وشويه صغيره نحكمها ليا. وهذه الاخرى اللي خيطها البنات كما قلت لكم ما كفانيش البيي، كي نخرج ان شاء الله نشري نكمل على الحاشيه. نتمنى فقط يكونوا عجبوكم هذه الطبليات بسيطه وملي شيت البنات لي شيت تاع القماشات. نتمنى فقط يكونوا عجبوكم. ما تنسونيش دائما باللايك والاشتراك في القناه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.